إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، لكن كيف رأيت ال90 دقيقة مقارنة بتوقعاتك ما قبل اللقاء؟ تحياتي لك أبو بدر وأبو فهد والأخ ورد. أهلا سمو الأمير. الله يبارك فيك، طول عمرك أبو فهد. الله يبارك فيك. أنا أقول لها المباراة كانت يعني الشوط الثاني كان الهلال متميز. احنا طبعا كان عندنا مشكلة، أنت عارف لو تلاحظ كان عندنا في الاحتياط 5 لعيبة فقط، ما احنا قادرين نكمل النصاب حتى يعني. لأنه كان في 7 من الأولمبي غايبين، 3 من منتخب الشباب، ورادوي موقف، والهمسون المفروض كان يوصل البارح، ما كان اساسا حيشارك في المباراه هذه. ياسر واسامه ما هم جاهزين، يعني فكان يعني عندنا مشكله في اكتمال العدد. الحمد لله المباراه يعني كانت في رايي عاديه، تاهلنا باقل مجهود. يعني انتظرنا مباراه صعبه، مباراتين صعبه مع الاتحاد، ان شاء الله نحاول نسعد الجمهور من خلالها ان شاء الله. يعني اللي اقصدك سمو الامير انه يعني جتك المباراه زي ما توقعتها، ولا كنت متخوف انه ممكن الفيصلي يكون مشكله؟ يعني كان في البعض يتحدث انه المباراه هذه منعطف خطير جدا. والله كانت ممكن تكون مشكله نظرا للغيابات، ولكن الامانه ايضا الفيصل يلعب من غير لعيبه اجانب ولعب فجأة في البطولة بعد اللي حصل من عقوبات طالت التعاون. فبالتالي أنا الحقيقة ما كنت متخوف كثير من المباراة، كنت حاسس إنه يعني إنه الهلال قادر على إنه يتأهل يعني، والحمد لله قد كان يعني. سمو الأمير، يعني قاعدين نشوف عيسى المحياني في ظهور تدريجي مؤثر. اللاعب ما تعتقد إنه ظلم؟ يعني ما أخذ فرصته بصراحة في الهلال. والله يعني شوف بقول لك على حاجه، انا عيسى المحياني اعتبره من اللاعبين المتميزين جدا والمهاجمين المتميزين جدا، واعتقد انه يعني بالتاكيد انه لما تتاح له الفرصه يثبت انه هو عند ما هو مامول منه. ولكن تعرف انت مساله من يشارك هذه تعرف ترجع للمدرب يعني اقصد ما يصير نقاش بينكم بين الاجهزه الفنيه، جهاز كره القدم. والله تحديدا ما اقدر اقول على موضوع عيسى المحياني تحديدا يكون في نقاش، ولكن في نقاش دائما مع المدرب. يعني احنا لنا ان احنا نبدي وجهات النظر، نبدي تخوفاتنا. مثلا احيانا يكون عندي تخوف من طريقه معينه، من مشاركه لاعب معين، من عدم مشاركه لاعب معين، ولكن عندما المدرب يصر على رايه انت تسجل ملاحظتك، لابد انك تعطي له الصلاحيه كامله حتى لو لم تكن مقتنع بالقرار، ولكن عليك ان تسجل مخاوفك وملاحظاتك. هذا اللي تستطيع ان تفعله فقط، ليس الا. والهامسون سمو الامير، انت تفضلت وقلت انه ما كان من المحدد مشاركته لكن تاخر، اعطاكم موعد محدد الان لعودته، خاصه عندكم مواجهه كبيره. كان يرجع البارح ابو بدر متاخر في الليل، فما كان يلحق على المباراه باي حال من الاحوال. انا اعتقد انه اليوم غالبا بعد نص ساعه او ساعه حيكون عندنا خبر ايش سبب تاخره يعني. وعموما اذا تاخر حتى تاخره هذا حيطبق عليه اللوائح في العقوبات بالحسم من مرتبه وفق اللوائح يعني. لا اقصد طال عمرك يعني مساله الغياب الماضي هذا مساله اداريه داخليه، لكن هل اعطاكم موعد جديد او لا زال؟ اعتقد انه هو المفروض يكون يوم 12 موجود على حسب ما سمعت، بس ماني متاكد. احنا نستنى التاكيد منه. انا الحقيقه ما ابغى اتكلم فيما يعني ماني لست متاكدا منه. انا طلبت من الجهاز الاداري الاتصال فيه واعطائي تقرير عن الموضوع بالضبط وش اللي حاصل بالضبط، وخلال يعني اول ما حنعرف حاجه حنعلن للجمهور يعني. ولكن ما اعتقد انه الامر مقلق يعني، اعتقد انها مساله تاخير، اكيد ربما لها ما يبررها، سنسمع تبريرات وشان اي لاعب يتاخر يعني. طيب سمو الامير، في انباء انه في وفد من العين الاماراتي متواجد في الرياض، اجتمع مع احد ما في الاداره مناقشه ملفين، رادوي وملف ياسر القحطاني بالاعاره لنادي العين الاماراتي. هل هذا انباء صحيحه؟ الكلام هذا ما هو صحيح ابدا، ما وصل احد من العين الاماراتي الى الاماره. بس انا بوضح نقطه فيما يتعلق برادوي تحديدا. رادوي يدخل 6 شهور في شهر جولاي في 15/7، واحنا خلال اليومين هذه او ال3 ايام القادمه هذه حنوقع معاه السنه الاوبشن اللي هي اللي يحق لنا التمديد لمده سنه الين يناير، مش القادم، يناير اللي بعده. طبعا هذا لحفظ حقوق النادي، وهذا شيء يعني ملزم في العقد الرادوي. طبعا الهدف من هذا التوقيع ما هو الابقاء على رادوي اذا كانوا لا يرغب في البقاء، الهدف من هذا التوقيع حفظ حقوق النادي. وسننظر في جميع الطلبات يعني لن اخفي سرا انه رادوي عنده رغبه انه هو يكون هذا اخر موسم له، ولكن احنا كمان مثل ما هو له رغبه احنا حريصين على حفظ حقوق النادي. فمن المنطلق خلال اليومين القادمين هذه سيتم الاعلان عن التوقيع تجديد السنه، وسننظر في جميع العروض المقدمه من الانديه لرادوي، وغالبا اذا راينا العروض مناسبه يعني تناسبنا وتناسب اللاعب، اعتقد انه هذا اخر موسم الرادوي مع الهلال.
سمو الامير ياسر القحطاني، انت قلت ما في وفد ياسر القحطاني، ما في نقاش على موضوع اعارته للنادي العين الاماراتي؟ ما جانا شيء من هالقبيل، وانا ما ادري. تعرف ابو بدر دائما في الصيف يعني اول شيء المشكله الموسم الى الحين ما انتهى. احنا الى الحين لما اقرا الجرايد انا الاقي احنا فوضنا 77 لاعب. كل شوي يعني المشكله اغلب وسائل الاعلام تكتب الهلالي وفاوض فلان، يكتبون 80 اسم، فبعدين يعني يصدف انه واحد من ال80 هذا صحيح، فيقول لك كم انفردت اي طبعا. ولكن هو الحقيقه كتب اخطا في 79 اسم، يعني ما اصاب في الاسم اللي طيب سمو الامير، اكيد انك انت محددين الان فتره الصيف ترى ضيقه جدا، ما عندنا الا في شهر 7 واوغست حيخش في رمضان. فاكيد انتم مبرمجين ايش حتسوون فتره الصيف؟ حتعسكرون برا ولا داخل المملكه؟ والله انا اعتقد كان في مكالمه بينه وبين سامي الجابر، كان في يعني كان اعتقد انه اخر اسبوعين من جولاي حتكون خارج المملكه اللي هي قبل رمضان، وبعدين في رمضان سنسعى ان احنا يعني انه يكون في معسكر داخلي ولعب مباريات وديه قويه. حنحاول ننسق مثلا مع انديه يعني شقيقه، يا اما نادي الشباب او غيره، لعمل دوره دوليه او دوره يعني نقدر نستعد من خلالها، لانه تعرف الاستعداد في رمضان حقيقه محرج للفرق. اول شيء تعرف التغذيه ما تكون منضبطه، النوم مختلف، المجهود يكون اقل، السوائل تفقد من الجسم. فانا اعتقد انه هذا سيلقي بظلاله على استعداد جميع الفرق السعوديه الموسم القادم، خصوصا في ظل تاخر الموسم هذا الين اواخر شهر جون، يعني خصوصا ايضا في الفرق اللي عندها لعيبه مع المنتخب في مباراه هونغ كونغ. يعني اللعيبه هذول مثلا اللي بيروحون للمنتخب من الانديه الكبيره حيخلصوا مثلا يوم 24 اذا تاهلوا للنهائيات، حيقعدوا 6 ايام فقط اجازه، وبعدين حيقعدوا مع المنتخب الين 1 اوغست. هذول متى بيرتاحوا؟ بعد موسم طويل وشاق. اعتقد هذا ينبئ بموسم حتكون فيه لا قدر الله اصابات كثيره، وحيكون في بعض التعثر للفرق الكبيره. السؤال الاخير لك سمو الامير، قبل نهايه شهر 6 الحالي هل سيكون هناك اخبار مهمه جيده للجمهور الهلالي يسمعونها من الامير عبد الرحمن؟ والله شوف ابو بدر، عشان الواحد يكون صريح يعني طبعا ما اقدر اتكلم بالتفصيل، ولكن يعني رادوي يعني مثل ما قلت لك رديت على سؤالك، في تغيير اكيد في اللاعبين الاجانب، اكيد في تغيير في اللاعبين الاجانب. ان شاء الله سنعلن عن هذه الامور في اول اسبوع بعد نهايه الموسم، ان شاء الله تكون الامور متضحه ان شاء الله. ينتهي موسمكم 24/6 تتوقع ولا قبلها؟ والله الله اعلم، يعني كل شيء جايز. ممكن نتمنى انه ان شاء الله ننهي الموسم واحنا رافعين كاس طويل العمر ان شاء الله، واللي يحصل شيء يستاهله احنا او اي فريق ثاني ان شاء الله. يعني تقعد في جده ما تغادر يا سمو الامير؟ لا انا راجع الرياض ان شاء الله، انا راجع الرياض بكره ان شاء الله وبعد بكره، وححضر مباراه الاتحاد طبعا، وبعدين ان شاء الله نكمل في جده الى الكاس يا رب. طيب شكرا لك سمو الامير عبد الرحمن بن سعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال.